اليوم كثير له أثر عند الناس. نعم. عذرا رح ارجع كرر الكلمة اللي قالتها النجمة أروى. نعم. وصفت النساء الجزائريات بالعاهرات. مين أروى؟ الفنانة الخليجية أروى معروفة. طيب ومقدمة يعني شو برامج على شاشة اعطيني شوف هقول لك شيء. هي شو المشكلة اللي ابتدت مع أروى؟ ليش ابتدت تقول هيك؟ أكيد في سبب. طيب شو ما كان السبب؟ حاول شو ما كان السبب؟ يعني مع احترامي وصفته اليوم بالعاهرات. هيدا هي اللي قالت هيك؟ طبعا شو انا عم جوا من عندي يعني اكيد هي اللي يعني قالتها. ربع العدوية هي يعني؟ ما عليه. بس لكن نحب ما مش عارفة شو المشكلة. هي قالت بيضحكوني الجزائريات لما يحكوا عن العهر. والله العظيم ما حدا بيضحكني أنا إلا في حد يسمي بنته أروى. شو يعني أروى عيب ما بقدرش أقولها. أروى كلمة قبيحة. ماشيها مسبة؟ كلمة قبيحة يعني كلمة ما قدرتش يعني المشاهد الكريم عم بيشوف بس ما حدا يسمي بنته أروى. أروى خلصت الأسامي من أروى. كلمة قبيحة في المغرب العربي. الجزائريات جميلة بوحيرد، الجزائريات مناضلات، الجزائريات الفحلات اللي ربت الرجال المجاهدين، الجزائريات لازم تغسل تمها قبل ما تحكي عن الجزائر. ما عليه. بعدين هي منين انتشرت؟ هي من اليمن. غنت شيء يمني؟ انتوا حافظين لها اغنيه؟ انت مين اللي تقرري تحكي عن اجمل نساء اللي وقفت حد اخوها المجاهد؟ انت بتتكلمي عن الجزائر. أروى. بعد اسبوع اسف على الكلمه يعني انا استحي اقول أروى يعني سوري. بعد اسبوع من هذا التصريح طلبوا من أروى انه تعتذر من الجزائريات ومن الجزائريين. لا مش رفضت. لا مش محتاجين تعتذر لهم لانه ما يسمعوهاش في الجزائر، ما نسمعوهاش. احنا نسمعوا حسين الجسمي، نسمعوا احلام، نسمعوا الاصوات الهاديه يعني. انت سمعت في يوم من الايام حد من الكبار يشتم بلد عربي؟ لا صراحة. لو انت ذكيه مطربه على اساس انه هي يمنيه على ما يمنيه طبعا. انت بتقدمي شعب يمني. الشعب اليمني والشعب الجزائري يعني في اخوه وفي شعب واحد. انت مينك انت اللي تعملي بين النميمه بين شعبين؟ مش معقول يعني. هذه قله ذكاء. يعني انا برايي انه الفنان لازم يكون خاصه في الوضع اللي احنا لازم يكون سفير للسلام. وانا يعني حلفت بالله سبحانه اني اقول الحقيقه. صح. لازم اقول الحقيقه يعني. يمكن جرحت ناس لكن انا انجرحت كثير قبلهم. انا جرحوني كثير، انا ذبحوني مسكوني في طاوله هيك وجابوا سكاكين ولما تعبت ايدهم قالوا يلا معي هي اللي تعبت اروح اعمل شيء اذبحها الست. ليه ما بتكلمش؟ اتكلم اقول انه الفنان اللي ناجح هو الفنان الذكي. كاظم الساهر، رقي، صابر الرباعي، رقي، هؤلاء الفنانين. تحكي لي عن صوفيا صادق في تونس، تحكي لي عن أمينة فاخد في تونس، تحكي لي عن لطيفة رأفت في المغرب. هؤلاء الفنانين الراقيين. الفنان برقيه والفنان بأخلاقه. كيف انت تجي تشتمي الجزائر؟ ياكلوها، يحطوها سندويتش وياكلوها. طب ما انت فل